وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق، ولو سمع الإنسان صوتها لصعق. إخوة الإيمان، إن تأمل سكرات الموت ورؤية المحتضرين وشهود الجنائز وزيارة القبور وتذكر صورة الميت بعد مماته يقطع على النفوس لذاتها ويطرد عنها مسراتها ويوقظ القلوب من سباتها وغفلاتها ويزجرها عن التمادي في غيها وشهواتها. إي نعم، فالأيام كما تعلمون تمضي مسرعة، وحوادث الليالي موجعة، ومعظم الناس في هذه الدنيا، معظم الناس عما يصيرون إليه في غفلة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة، فقال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ فقيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من قبور حفرناها وما فزعنا. إخوة الإيمان، أما هو عليه الصلاة والسلام لما قيل له قبر يحفرونه فزع عليه الصلاة والسلام. قال: فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر جثى عليه. قال البراء: فاستقبلته لأنظر ما يصنع. قال: فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أجل أيها المسلمون، إن الحياة موقوتة والأنفاس معدودة والأيام محدودة، والنهاية آتية حتما. سيموت الصالحون والطالحون، وسيذهب المتقون والمذنبون، وسيقضي الأبطال النجباء، وسيرحل الأراذل الجبناء، سيفنى الشرفاء الذين يعيشون للآخرة، وسيولي الحريصون الذين يعيشون لحطام الدنيا. كل سيمضي، كل سيرحل، كل سيموت، كل سيرحل ويمضي ويموت، إلا ذو العزة والملك والجبروت.